السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم ان شاء الله غندير معكم ميني باكيت بواحد الحشوه اللي مالحه لذيذه واقتصاديه غزاله بزاف. قبل ما ندوزو للتحضير والمقادير، كنرحب بالناس اللي عاد اشتركوا معايا وحتى اللي كانوا مشتركين كلكم. كنرحب بكم الف مرحبا وشكرا لكم بزاف. خليوا لي التعليق ديالكم، الراي ديالكم كيهمني. بارطاجيو الفيديو، ولا ما كنتوش مشتركين تشتركوا طبعا الا عجبكم المحتوى ديال القناه. وشكرا لكم مرة أخرى، ويلا نبداو على بركة الله. غنبدا معكم بسم الله بالحشويه الاولى. عندي هنا واحد 3 الحبات ديال القرعه خضراء، وعندي واحد الكركوبه صغيره ديال الكرنب، درت فيها النص، يكون فيها كيلو، درت فيها النص. عندي حبه وحده ديال الخزو، حبه ديال البصله اللي ماشي كبيره بزاف، واحد الحبه ديال الفلفله خضراء، واحد 7 سنيفات ديال الثومه اللي حكيتهم في الحكاكه. صافي غادي ندوزو نتبلو هاد الخضر ديالنا. عندي هنايا الابصار، واحد المعلقه صغيره، ندير فيها غير راس هكا، واخا عامره راه ما نديرهاش كلها. المهم انا ما كنديرش بزاف الابزار، كنحاول نقص منه. هنا عندي الفلفله حلوه حمراء او التحميره. غندير البودره ديال القزبر، واحد 2 معالق عامرين. وغندير هنايا معلقه ديال العطريه ديال الحوت، معلقه صغيره. المهم التوابل هذا كيجيو غزالين بزاف في هذا الحشوه. هنا عندي نص كاس ديال الزيت، لقيت هذا كرومب والقرعه، نديروا له شويه الزيت باش يجيونا لذاذين. هنا الملحه غندير يبقى على حسب الذوق. وغنزيد هنايا واحد المربع ديال البنه، هذا نديروه ولا نستغناو عليه، المهم يبقى اختياري. هنايا شعلت عليها النار، بدات كتقلى. كما كتشوفوا معايا هذا المربع ديال البنه اللي درت كان معصوم مزيان هكايا مع هاد الثومه ومع هاد التتبيله اللي درنا باش يدخل لينا في هاد الخضر ديالنا، ما يبقاش طريفه هكا، خصنا يذوب. ويبقى اختياري كما قلت، ولكن راه كيعطي واحد البنه لهاد الحشوه كتجي غزاله بزاف. لقيت ما نديروش فيها هكا اللحام، ولا نديرو فيها غير الطون ولكن قليل، يعني حشوه اقتصاديه ولكن لذيذه غزاله بزاف. صافي غادي نحرك حتى تشحر ليا، تبدا كننزل وعاد نرجع معكم. رجعت معكم بعد ما تشحرت وبدات كنزل ليا هاد الخضر ديالي كما كتشوفوا معايا. انا درتهم درتهم في الطحانه، طحنتهم في الطحانه، ولكن غير القياس ما نطحنوهمش يطلقوا الماء او نقطعوهم رقيقين اللي بغينا. صافي هنا غنزيد واحد 2 معالق ديال الحامض، العسل الحامض، وهنا معلقه ديال صوص الصوجا. وغادي نخلط مزيان. غنزيد واحد 2 معالق ديال القزبر المعدنوس مقطع رقاقين، وغادي نخلطها مزيان، نخليها تزيد تشحر. والنار تكون عندنا ماشي قليله وماشي مجهده، باش ما كتطلق لينا شي الماء وفي نفس الوقت كتشحر ولا كتقللنا مزيان. بعد ما تشحرت لي مزيان هذيك الخضر ديالي كما كتشوفوا معايا، هنا زدت واحد البواطه ديال الطونه، زدتها بالزيت ديالها، ما حيدتش هذاك الزيت اللي كيكون فيها. صافي غادي نمعسها كتدخل لي في هذا الخضر ديالي، يعني كتجي كتعطي واحد التعليكه لهاد الحشوه، كتجي غزاله بزاف، كتجي لذيذه. غادي نخلطها مزيان، ندخل في هذا الخضر كما قلت، نمعسوها مزيان باش تخلط في هذا الخضر كما قلت. انا عندي واحد 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث، الا بغينا نديرو الفرماج الاحمر نديرو هكا واحد 2 معالق ولا 3، المهم انت وسخاوتك. هي انا كنبغي ندير حاجه اللي اقتصاديه في المتناول ديال الجميع، هادشي علاش. انا درت ثمن واحد 3 المعالق ديال الزيتون الخضر اللي عندي مقطعين رقاقين. غادي نخلط مزيان، دخلنا هاد المكونات اللي درنا في بعضهم. صافي، والحشوه ديالنا عاد تكون واجده غزاله بزاف لذيذه رائعه. غادي ندوزو دابا للعجين، نخليو الحشوه ديالنا على جنب تبرد ونديرو العجين. ان شاء الله خليكم معايا.
هنا عندي في هذه القصريه 7 الكيسان ديال الدقيق فرص، طبعا اللي مغربلين الكاس العنبه هو اللي عبرت به. درت الملح يبقى على حسب الذوق. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، الا كان الجو سخون نديرو غير النص. صافي هنا عندي نص كيس ديال الخمره ديال الحلويات، واخا درت بالمعلقه راه غير نص. صافي غنزيد الزيت العاديه، نزيد واحد 3 ديال المعالق كبارين. وهنايا عادي نعجن بالحليب دافي، ما يكونش سخون بزاف، المهم غير القياس. في الاخر غنقول لكم شحال هز ليا ديال الكيسان. غادي نخويو هكا على هاد الخميره كما كتشوفوا معايا. صافي غنجمع العجين ديالي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. داك الحليب اللي خويت كنخلطو مزيان مع هذيك الخميره ومع داك الزيت اللي درت. مزيان عاد غادي نخلطو مع الدقيق، نخلط كلشي. صافي غنعجن، نزيد الحليب شويه بشويه. في الاخر غنقول لكم شحال هز ليا ديال الكيسان كما قلت. كندخلو هكاك مزيان الزيت باش ما كيبقالناش مكركب في الدقيق. لقيتي الا درناه نيشان هكاك الزيت خويناه في الدقيق وبدينا كنعجنو حتى كتخبز ولا المهمش ما درت عاد كتلقاه هكا مكركب، ما كيتخلطش مزيان. من الاحسن الا كنا كنعجنو بالحليب نخلطوه مزيان ولا مع الماء. المهم غادي نجمع على هذه الطريقه هذه. هنا غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال العسل، كنت نسيتها عاد غادي نزيدها دابا وندخلها مزيان في هذا العجين ديالي. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه كما كتشوفوا معايا. كيبقى كيلصق لنا في يدينا. هز لي 3 الكيسان ديال الحليب، انت ممكن يهز لك 3 الكيسان او اكثر. صافي غندير الزيت باش يعاونني هكا ندلكو بسهوله. والقوام ديال العجين ديالنا غزال كما كتشوفوا معايا. كندلكوه شويه، ما كيحتاجش يدلك بزاف هذا العجين هذا. صافي حيدتم هذيك القصريه وغادي نشكلوا. المهم نديروا القياس اللي حنا باغيين، نديروهم صغيورين ولا كبارين، ولكن من الاحسن نديروهم صغيورين. انا ما عنديش نعبر بالميزان، وانت يبقى لك اختيار الا بغيتي عبري. المهم انا غندير عيني ميزاني وغادي نقطع على هذا الشكل هذا. وعاد غادي نزيد الا جاتني شي وحده صغيره نحيد وحده ونزيد وحده حتى يتقادوا ليا. صافي بعد ما قطعت مكورات كاملين حتى قديتهم كما كتشوفوا معايا. اللي كتجاتني كبيره كنقص منها ونزيد في الاخرى حتى كنقدم كاملين. غادي نمشي على هذه الطريقه هذه نقدم ندير مكورات هما هذوك يكونوا قياس واحد. الحليب عبرت بالكاس العنبه، قلت لكم هزت لي هاد العجينه 3 الكيسان ديال الحليب. كاس العنبه هو اللي عبرت به. صافي غادي نكورهم كاملين ولا غنشكلهم كاملين على هذه الطريقه هذه. اللي جاتني كبيره كنقص منها حتى غنقدم كاملين قياس واحد وعادي نرجع معكم. بعد ما شكلتهم كاملين غنجيب واحد البلاطو نحيدهم باش نصفيه نخدم هكايا على خاطري. ندير الدقيق ما نديروش الزيت باش ما يتحلوا ليناش. صافي غادي نحيدهم. عندي هنا واحد اللاطه اللي غتدخل الفرن اللي درت فيها الورق ديال الطبخ، الا ما كانش كندهنوها بالزيت. صافي وكنخدموا فيها. عادي نبداو نديروا الحشوه دابا. كما شفتوا معايا كنسرح هاد الكويره ديالي على هاد الشكل هذا. الحشوه راه هي بارده. صافي سهله وكيجيو غزالين. صافي غندير الثمن واحد 2 معلقات. هاد المغرفه راه الثمن ديال المعلقه كدهز. وكنسود على هاد الطريقه هذه. ساهلين بزاف. صافي اللي عمرناها بالحشوه كنحطوها مباشره للاطه اللي غتدخل الفرن وكنخليوها. هاد العجينه ما كنخمروهاش، كنخليوها تخمر في اللاطه غير مره واحده. صافي ملي كتخمر هكا نخشوها طيب. صافي كندير الحشوه على هذا الشكل هذا وكنسد. كما شفتوا معايا كنستعان بالدقيق ماشي بالزيت باش يتسدوا لينا ما يتحلوش. صافي نمشي على هذه الطريقه هذه. صافي غنمشي على هذه الطريقه هذه حتى غنسالي العجين ديالي كامل وغادي نرجع معكم. غير اللي درنا ليها هكا الحشوه كنحطوها في اللاطه مباشره. هنا عندي صفار بيضه، واحد القطيره ديال الخل، ونص معلقه صغيره ديال صوص الصوجا. هذا الخليط هذا كيعطينا واحد اللون غزال المخبوزات ديالنا. اي مخبوزات درناهم ملي كندهنوهم بهذا الخليط هذا كيجيو غزالين بزاف. المهم عندنا كلشي. بعد ما ادهنت الوجه ديالهم كما كتشوفوا معايا. هنا عندي الجزلان اللي مغسول وميبس طبعا ومنقي، ما كيكونش عندنا محمر. صافي غادي نزين هكايا واحد شويه على الوجه ديالهم به. غادي نكمل العجين اللي تبقى ليا. غادي نطيب كلشي وغادي نرجع معكم.
رجعت معكم بعد ما طابوا ليا كما كتشوفوا معايا، كيجيو غزالين في الشكل وحتى في المذاق. راه مازال لاطه اخرى في الفران، غير بغيت نسالي معكم الفيديو. الا طيبناها في الفران ديال الضو كتكون عندنا مشعوله مزيان، عفوا سخونه مزيان. ملي كندخلوا اللاطه ديالنا للفرن كنديروها من الوسط، الجهه التحتانيه من الوسط، وكنهبطوا الحراره ل 180. صافي. وطيبناها ديال الكاس كنشعلوها من الفوق ومن التحت، وكنخليوها لكم مقله باش كيجينا فيهم هذا اللون اللي غزال. غنوريكم كيفاش جاو من الداخل. غزالين. الفيديو وصل النهايه ديالو، نتمنى يلقاكم نتوما بخير وعلى خير. الا عجبكم المحتوى ديال القناه ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. والا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم. وشكرا والسلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.